عملت ابحاث عن ليه الناس بتتغير اول ما بتروح الساحل الشمالي. هل في حاجه هناك بتخليهم يتغيروا ولا مفيش اي حاجه؟ لا انا كداب طبعا، ما عملتش ابحاث ولا حاجه، ودي مجرد حاجات بتعصبني فشخ في الساحل الشمالي واللي بيحصل فيه. تنويه بسيط، الفيديو مليء بالعنصريه، ولو انت بتخاف من العنصريه او انت مالك في الساحل الشمالي ابعد عن الفيديو ده، نصيحه اخويه يعني. وبس هسيبكم على الفيديو. هاريو، ازيكم يا جماعه؟ عندي ايه؟ اتمنى تكونوا بصحه كويسه واكون وحشتكم زي ما انتم وحشتوني، اتمنى يعني. انا عدت من الاجازه الطويله بتاعتي. النفسيه ما كانتش احسن حاجه الصراحه. النفسيه مش حلوه خالص اليومين دول. هلا بالصيف او وداعا للصيف، واهلا بازازه الميه او وداعا بازازه الميه ب 200 جنيه، والتين الشوكي اللي الواحده ب 50 جنيه، المانجا اللي بتتعمل على شكل جيلاتي دي ب 150، بس دي انا ما عنديش عليها اعتراض الصراحه، عشان هو بيضحك عليك وانت متكيف، يعني شكلها لطيف. فاهم؟ الصيف السنه دي خارج عن السيطره، تحسه كده دكتور متكاوي محدش عارف يوقفه. الموضوع بدا من الساحل الطيب ومن الساحل الشرير، وانا كواحد يعني عايش في مدينه ساحليه ما فرقش معايا الموضوع قوي يعني، بس بجد الناس بتتعامل مع بعض على الاساس ده. بجد انت من الساحل الطيب ولا من الساحل الشرير؟ يعني بجد ممكن تلاقي واحد من قريه مراقيه او قريه التجاريين بيتصور صوره على البحر وينزلها ويقول لك انا في مراسي. مراسي؟ انت عارف العيال في مراسي بتصرف كام في اليوم؟ ما تعرفش؟ تعالى هوريك، تعالى. فرع ولا بتصرفي كام في اليوم في الساحل؟ دولار ولا يورو؟ الدولار الاول. يعني افريج مثلا 120 per day. شايف الناس بتتكلم باليورو وبالدولار، وانا اصلا ما اعرفش اليورو ده الا لما اتحاد جده بعت عرض لمحمد صلاح، كنت مفكره البطوله اللي فاز بيها كريستيانو. انا على الله خالص. لو احسبها بالمصري يعني هي بتخش في 7.5 8 في اليوم، يعني لو قلنا مثلا 300 جنيه يبقى كتير شويه، بس عادي يعني في الرفاهيه قشطه. الراجل ابو 300 جنيه ده، الراجل ده بيمثلني وبيمثلنا كلنا. الراجل ده اخويا، واللي يفكر ذكاء يخونه يجي على الراجل ده واقسم بالله انا هاكله. بس انا عايز اعرف انت دخلت مراسي ازاي؟ ممكن تقول لي بالله عليك؟ عشان معيش برضه الا 300 جنيه وعايز ادخل مراسي. لحد دلوقتي انا مش مصدق المصاريف اللي العيال دي بتصرفها يعني. بعدين ليه الدخول صعب فشخ سواء الساحل الطيب او الساحل الشرير؟ انت تدخل الباب من بيته اسهل، يعني تدخل الباب من بيته وتجيب علبه جاتوه نص مليون جنيه اسهل ما تدخل من بوابه القريه. قصدي بتدخل الباب من بيته، يعني انت هتتجوز، خليك لماح معايا كده وفهم. بتاع الامن حسيك انه واقف على باب سفاره، واقف في كمين مثلا، يعني هو ممكن يكون مثلا ابن خالتك، يعني بيتدخل في حاجات هو ملوش فيها حرفيا. واقف على بوابه القريه فانت بتدخل عليه وتنزل الازاز، فيبص لك كده من فوق لتحت، انت جاي تعمل ايه هنا؟ العجله اللي قدام على اليمين دي مريحه ليه؟ طب والعجله الشمال واخده هوا 35 واللي على اليمين واخده 30 ليه؟ العربيه دي مش ممسوحه ليه؟ انت منين؟ اللي معاك جوه في العربيه دي امك ومراتك؟ امك ومراتك، ها؟ طب هات لي قسيمه الجواز اللي تثبت ان دي مراتك وشهاده الميلاد اللي تثبت ان دي امك. يا كلب انت. وعايز تدخل؟ عايز تدخل بعد كل ده؟ لا مفيش دخول. انا بعد الاسئله اللي هو بيسالها لي دي بقول يا رب اتقبل، بحس ان انا بطلع فيزا امريكا مثلا، وانا ما اعرفش فيزا امريكا تطلع ازاي، بس انا حاسس ان هي صعبه لان انا شفتها في فيلم عسل اسود كان صعب بيطلعها والواد بيحضر نفسه وبتاع. Do you have bank statement؟ No, I have. كده احنا خلصنا. What is this؟ يا رب استرها معايا انا عبيط. هنفترض ان بتاع الامن ده حنين عليك ودخلك القريه، مع ان بتاع الامن ده بيضربوه بالجزم في بلدهم، بيمشي وراه كده بالشبشب طخ طخ. هنفترض ان هو طلع معاك حنين ودخلك جوه القريه. ليه الملاك بيعاملوا المستاجرين وحش فشخ، مع انك انت كمستاجر بتطلع للملاك مصالح حلوه فلوس؟ يعني كنت من فتره مثلا حوالي اسبوعين او 3 اسابيع كان اخويا واخد لنا كده كام يوم في الساحل نتبسط براحتنا وبفلوسنا نتبسط. المهم رحنا الشاليه، دخلنا الشاليه بنفتح الحنفيه مفيش ميه، فهو شاليه زي دورين مثلا واحنا واخدين الدور اللي فوق والملك واخد الدور اللي تحت. فنزلت للملك بقول له هي الميه قطع ليه؟ قال لي هي فعلا قطع بس هتشتغل دلوقتي. بالفعل طلعت لقيت الميه اشتغلت، وبعدين باخد دش كده محترم عشان انزل الميه. باخد الدش عشان ريحه وحشه فشخ، ريحه معفنه، فما ما استوعبتش، يعني قلت مثلا المواسير يمكن في حاجه غلط، مش عارف، انا مش عارف، مفيش حاجه، اي حاجه جت في دماغي، بس جه في دماغي كده شويه لعبكه. فبعدين نزلت للملك خبطت عليه تك 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 تك، خبطت عليه فتح لي الباب، مشكور ان هو فتح لي الباب يعني واتكلم معايا كده عادي. فبقول له الميه ريحتها وحشه ليه؟ قال لي ما انا فاتح لك البير. والله قال كده، هو حرفيا فاتح لي ميه صرف
استحمى بيها. واسف لو حد بيتفرج على الفيديو ده وهو بياكل، حرفيا قال لي كده. ده انا لو كلب مش هتشربني ميه صرف، فاتح لي ميه صرف اشرب واستحمى واغسل وشي منها ليه كده؟ يعني انت لو شاريني من سوق عكاظ عرفني. وبعدين لو حسبتها يا صاحب الشاليه، انا باجر ب 1500 جنيه في اليوم، ده اقل حاجه، يعني حوالي 45000 جنيه في الشهر. يعني اشتري الشاليه بتاعك ده مستريح في سنه. انت لو سالتني طب انت ليه بتاجر لما انت معاك فلوس ان انت تشتري الشاليه؟ لا، انا ما بحبش اقعد في قريه معينه الصراحه، يعني بحب ان انا اقضي شويه في مراسي، شويه في مارينا، شويه في هيسندا كده يعني. ربنا يسامحني على الكذب ده، بس لازم ابان باسلوب كويس يعني. في موقف تاني هقوله وهقفل الفيديو على كده، عشان انا موقف هيقفلك وهيخنقك. مش عارف عبده صاحبي ازاي بيحب الناس دي يعني. اقول لك الموقف، واكيد هيبقى في حلقه تانية عن الصيف والساحل اكيد، بس مش دلوقتي، بس اكيد هيبقى في الشتاء ان شاء الله. المهم الموقف التاني ده، انا نزلت الميه وبمارس حريتي كمستاجر، نازل الميه عادي بعوم وببلبط بعد ما دفعت فلوس على البسين عشان ادخل البسين. حرفيا انت دلوقتي بتأجر وبتدفع فلوس تشتري ميه، وبتدفع فلوس تدخل البحر، وبتدفع فلوس تدخل البسين. المعامله بقت صعبه قوي. المهم انا بمارس حريتي كمستاجر ان انا بعوم في البسين عادي مع نفسي وحيد زي ويجز بالظبط، يعني العالم دخل على 9 مليار نسمه وانا برضو لسه في وحده. المهم انا بمارس حريتي وبعوم، ففي شويه شباب جنبي كده كان نفسي الصراحه ان انا العب معاهم، بس ما انا مش اجتماعي، عندي رهاب اجتماعي. المهم الشباب معاهم كوره بقى وجايين يقضوا يومين بقى، سايبين الشغل والدنيا وجايين يقضوا يومين ونكد البيت. المهم في واحدة امرأة أربعينية، وبالمناسبة ده السن اللي أنا بحبه يعني، امرأة أربعينية مش عارف أكتر من كده أو أقل، لابسة مايو وان بيس، نازلة المية لابسة الطاقية بتاعتها البورنيطة، نازلة المية معانا. فالمهم نزلت المية، الشباب بتعوم عادي زي ما هي. فالمهم تخيلوا قالت لهم ايه؟ قالت لهم بلاش ترطشوا. والله العظيم قالت كده في نص البسين اللي كله من هنا ومن هنا ومن هنا مية، قالت للشباب بلاش ترطشوا. حرفيا قالت كده. انا صعقت، انا خدت الضربه بجد وما عرفتش اقول ايه، ولا عرفت الشباب تقول ايه، ولا عرفت لو طلعت مع الليسي هيرد عليا يقول ايه، لو جابوا بتاع الامن مثلا، الشباب عملوا معاه مشكله وجابوا بتاع الامن وقالوا لهم كده بتاع الامن هيرد يقول ايه. مش عارف الصراحه بجد، انا مش قادر اكمل كلام بجد، انا تعبت بجد. اشرب عصير راوي في رعايه الله يا شباب، اشوفكم فيديو جديد.